مساء الخير أو صباح الخير على حسب انتوا بتسمعونا امتى. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ أتمنى تبقى كل شيء إن شاء الله بخير. معاكم باشمهندس أندرو من فيت إكسبرت. إن شاء الله النهاردة هنبقى مع بعض نبتدي أول جزء من تعليم فيت إكسبرت وإزاي إن احنا نستخدمه ككوتشز أو كدكاترة تغذية أو أيا كان الشغل بتاعك ايه، سواء انت لسه بتبتدي حاليا مع عدد عملاء بسيط أو مفيش أصلا عدد عملاء، أو إن إحنا بنتمرن عليه أصلا للمحتوى بتاع المبادرة، أو إن أنت أصلا معاك عدد عملاء فعلا وبتحاول تطور الخدمة بتاعتك. فبالتالي إن شاء الله فيت إكسبرت هيقدر يساعدك في الموضوع ده بمنتهى السهولة. فخلينا الأول نمشي بشوية حاجات مع بعض نركز فيها. أول حاجة إن إحنا محتاجين بس نركز في الفيديو، دي أهم حاجة. مش لازم نفتح الاتنين مع بعض ونطبق كل حاجة هنعملها دلوقتي، لأ. اتفرج الأول على الفيديو كامل وبعدها ابتدي طبق، ولو في حاجة وقفت معاك يا إما ترجع الفيديو أو ابعت لنا في الجروب بتاع المبادرة عادي جدا وهنرد عليك. دي أول حاجة. تاني حاجة خلينا نفهم الفكرة بتاعت فيت إكسبرت هي عبارة عن إيه بمنتهى البساطة بشكل نظري. فيت اكسبرت هي عبارة عن اونلاين بلاتفورم، منصة اونلاين. حلو. مين اللي بيستخدمها؟ الكوتش لو معاه تيم، الكلاينتس بتاعته، فبالتالي كل الناس تقدر تستخدمها. وهي حتى من الاسم بتاعها all in one platform، يعني كل حاجة في شغلك انت وكل اليوزرز وكل المستخدمين كلهم يقدروا يستخدموها عادي جدا. حلو. طيب، الكوتش بقى يقدر ان هو يعمل ايه؟ يقدر ان هو يضيف عملاء، يضيف اشتراكاتهم، يعمل لهم البرامج المخصصة ليهم، سواء بقى دايت، ورك اوت، فيتنس، موبيليتي، على حسب السيرفيس اللي انت شخصيا بتقدمها للعملاء بتاعتك. تمام. طبعا العميل بقى بتاعك بيبقى عنده الابلكيشن بتاع فيت اكسبرت، هنشوفه دلوقتي ازاي هيشتغل عليه وازاي هيوصل له البرامج. تبعت له الاسئله برضو كلها من خلال فيت اكسبرت، اسئله زي مثلا طولك ايه، وزنك، بتحب تاكل ايه، وما الى ذلك. كل الاسئله والمعلومات اللي انت بتحتاج تجمعها عنه الاول علشان تبتدي تعمل له النظام اللي هيبقى مخصص ليه، سواء دايت او ورك اوت بشكل عام. تمام. دي أول فكرة عن فيت اكسبرت، إن هي بتظبط لك أو بتمانج كل شغلك اللي أنت شغال فيه حاليا أو بتتمرن عليه بمنتهى السهولة والسرعة. يعني لو البلان الواحدة في الدايت مثلا تاخد معاك مانيوال وأنت قاعد بتنفذها بورقة وقلم ساعة مثلا، لأ، إن شاء الله على السيستم تقدر توصل إن أنت لو عملتها customized، حاجة مخصصة مش حاجة copy paste نهائي، تقدر بمنتهى السرعة إن أنت تخلصها في حوالي من 5 ل7 دقايق بالكتير، وده عن تجربة طبعا. دي رقم واحد. رقم اتنين، خلينا نفرق ما بين حاجتين: الكوتش هيشوف ايه ويتعامل ازاي، وايه الحاجات اللي هتظهر له، وايه المزايا اللي قدامه. والعميل بتاع الكوتش اللي تحته، المتدرب اللي تحته، هيشوف ايه ويتعامل ازاي، ونفس الكلام هيشوف الاكسس بتاعه كله ازاي ونديهوله كمان ازاي. فنفرق ما بين الصيغتين دول، الكوتش والعميل. دي حاجتين مهمين جدا للشرح اللي جاي ان شاء الله. حلو. طيب، خلّونا نبتدي كده وناخد مثال ونطبّق على طول، من غير ما إحنا نتعلّم كل زرار بيعمل إيه وهكذا. اللي أنا فاتحه قدّام حضراتكم ده الweb site بتاع fitexpert.team. أعتقد ده كلّكم معاه الlink ده، تقدروا كلّكم تخشوا عليه. وطبعًا بانصح إن إحنا نستخدم السيستم من خلال أي لابتوب مفتوح زي اللي إحنا فاتحينه دلوقتي قدّام حضراتكم، أو أي تابلت مثلًا، برضه ده حل تاني، برضه هنقدر إن إحنا نشتغل بيه ما فيش مشكلة. فيا إما لابتوب يا إما تابلت. الموبايل نقدر طبعًا نشتغل عليه بس مش أنسب حاجة ولا أصح حاجة، لإن الشاشة هتبقى صغيرة بس جدًا، فبالتالي مش هيدّيك أريحية في شغلك وإنتاجيتك وعملك البرامج وهكذا، مش حاجة اعتمادية يعني. فبالتالي زي ما ننصح طبعًا يا إما لابتوب أو تابلت، هيبقى ده حل أفضل يعني. طيب، خلّينا ناخد مثال ونبتدي شغل على طول جدًا. هنفترض الآتي: في coach اسمه أندرو، حلو، وفي عميل اسمه أحمد. حلو. العميل ده جه للcoach اللي اسمه أندرو قال له: أنا هاخد معاك ال3 شهور اشتراك وهادفع لك 1000 جنيه. دي قيمة السيرفيس بتاعة coach أندرو. فcoach أندرو استلم الفلوس خلاص، أيًا كان بقى طريقة الفلوس اتحولت ليه إزاي، انستا باي، فودافون كاش، أيًا كانت الطريقة، مش دي الفكرة. والفلوس خلاص وصلت. فبالتالي كوتش أندرو هيبتدي ينفذ الحاجة اللي هتحصل قدام حضراتكم حالا على الشاشة. حلو. طيب، تعالوا كده نبتدي. أولا هدخل أعمل لوجن على الأكونت الخاص بيا ككوتش بالإيميل والباسورد، وحضراتكم كده كده كل واحد معاه الإيميل والباسورد بتاعه، وابتدي أعمل لوجن.
أول خطوة منطقية المفروض كوتش أندرو يعملها إن هو يسجل بيانات العميل اللي هو اسمه أحمد اللي دفع خلاص واشترك معاه فعلا. فهيعمل إيه؟ هيدخل على clients، دي حاجة، وبعد ما بيدخل على clients هيلاقي لستة العملاء كده كده اللي مشتركة معاه بقى كلها، لستة العملاء بتاعت كابتن أندرو. حلو. فكلها بتبقى ظاهرة قدامه هنا زي ما هنشوف دلوقتي، كلها بتبقى ظاهرة. عايز أسجل واحد جديد، هاجي من هنا أعمل add new، أسجل بقى بيانات أحمد اللي اشترك معايا. فهسجل اسمه أحمد، أيا كان بقى الاسم إيه، ورقم التليفون هنفترض أي رقم، ولو عايز اسجل الجندر بتاعه ميل فيميل، الديانة لو عايز اسجلها، الايميل، دي حاجات كلها مش مهمة ان هي تتسجل. بس الاساسي اي حاجة جنبها نقطة حمراء ممكن احطه في جروب معين، يعني مثلا ده جروب واحد، ده عملاء قديمة، ده جروب ولاد، ده جروب بنات. كل اللي انتوا شايفينه بيتغير، بيبقى خاص بالكوتش ونظامه وتفكيره. بمنتهى البساطة فيت اكسبرت هي عبارة عن منتهى البساطة حتة قماشة بتشكلها وبتعدلها طبقا لاحتياجاتك وتفكيرك انت في التنظيم بتاعك. فانا احط احمد في جروب واحد، وان هو بيتمرن معايا ايه، اونلاين ولا اوفلاين بقى كجيم او بي تي، انا وهو واقفين قدام بعض او قاعدين مع بعض، ولا الاتنين مع بعض. فانا هو وريفيرد باي جالي عن طريق ايه، جالي عن طريق ويب سايت، انستجرام، فيسبوك، بحدد يعني لو انا عايز. فعندي 4 حاجات اساسيه في الصفحه دي لازم املاهم: الاسم، رقم التليفون، الجروب، الكلاينت تايب، نوعيه العميل. تمام، دي ال4 حاجات الاساسيه. بعد ما بخلص دي بدوس سيف. مجرد ما انا دوست سيف فدلوقتي اداني علامه الصح فوق، قال لي العميل ده اتضاف. طيب ده معناه ايه؟ ان انا دلوقتي يقدر من خلال خطوة بسيطة هنعملها كمان شوية، أبعت له يوزر نيم وباسورد يقدر يدخل على الأبليكيشن بتاعه ويبتدي شغله على طول. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين، أنا كده سجلت الانفورميشن أو المعلومات الخاصة بيه. تاني حاجة بيقول لي طب هو خد معاك أنهي اشتراك، أنهي باقة، أنهي تسعير من تسعيراتك أنت. فبالتالي هاجي أسجل هنا add new subscription، وأجي أختار دي لستة باقاتي أنا. طبعا في الأول الأكونت وهو فاضي ما بيبقاش فيه ولا باقة، فبالتالي كل ده بنظبطه مع بعض وهنتعلمه قدام. فمثلا هختار إن هو اختار معايا باكج باتنين سيلفر وخد معايا 3 شهور. وهنا مش هخليه يبتدي من النهارده، هو دفع لي فلوس فعلا النهارده بتاريخ مثلا يوم 20، لا انا مش هخليه يبتدي من يوم 20. ليه؟ لاني انا معرف السيستم مجرد ما انا ببعت له اول بلان، سواء البلان دي بقى تشمل دايت او ورك اوت او ايا كان الفئه بتاعتها ايه، فبالتالي اوتوماتيك هيبتدي ال3 شهور دول يعد معاه عد تنازلي 90 89 88 وهكذا. فاوتوماتيك هتتحسب لوحدها، فانا مش محتاج ادخل له تاريخ تاني. طيب وعندي حاجة هنا اسمها initial send check-ins، خلينا نفهمها واحدة واحدة. التشيك انز اللي هي الاسسمنت او الاسسمنت اللي هي مجموعات الاسئله والاختبارات اللي انت بتسالها للعميل بتاعك. في على فيت اكسبرت تشيك انز جاهزه تقدر تستخدمها، تقدر تعدل فيها، تقدر تعمل حاجات تانية جديده خالص، تقدر تعمل كل ده. initial send ان هي تروح له اوتوماتيك، بمجرد ما انا بضيفه في الباقه اللي هي باقه اسمها سيلفر، هيتروح له عنده ال5 مجاميع تشيك انز دول، كل واحده فيها مجموعه الاسئله بتاعتها، وكل ده كده كده بنشوفه طبعا قدام. حلو. هنا لو عايز اعمل له ديسكاونت مثلا حد قريبي او حاجه، عايز اعمل له ديسكاونت مثلا كام في الميه، او فيكسد ان انا اشيل له قيمه معينه من الفلوس، بدل ما هو في الاساس هيدفع 1500 انا مسعرها عندي كده، لا انا هشيل له 500 جنيه براحتي، فهو بالتالي هيدفع لي 1000 جنيه. وهنا دفع لي عن طريق ايه، كاش، فودافون كاش، تحويل بنكي، انستا باي، فوري، على حسب الطريقه يعني. فانا هقول دفع لي كاش، وبعدين انزل تحت واعمل كرييت سبسكريبشن. فبالتالي أنا دلوقتي كل اللي عملته ضفت العميل وعملت الاشتراك بتاعي. بس دي كده أول خطوة مع أي عميل يجي يشترك معايا. لو دوست بره هنا هلاقي أحمد نزل عندي أهو، أحمد كود 199 تاخد أوتوماتيك خلاص. جروب واحد، رقم تليفون، الباقة اللي هو خدها، بري ستارت دي الحالة بتاعته إن هو لسه ما بدأش اشتراكه معايا. تمام، لما يبتدي هتقلب ستارتد زي اللي تحت. فاضل له كام يوم، 90 يوم. اتعمل امتى ومين اللي عمله. تمام، مين اللي عمله دي تشمل الكوتش اللي هو حضرتك او حضرتك، ولو تحتكم اي تيم ممبر او ناس بتساعدكم كشركه بقى او مؤسسه وهكذا، فتقدروا طبعا تضيفوا ناس تحتكم وتشتغل تحتكم، مفيش اي مشكله. حلو. طيب دي كده اول خطوه، سجلنا العميل اللي هو اسمه احمد وفعلا سجلت اشتراكه خلاص. طيب ده انا دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا ابعت له اليوزر نيم والباسورد
علشان يدخل على الابلكيشن يدخل اليوزر نيم والباسورد ده، فبالتالي يقدر ان هو يجاوب على التشيك انز او الاسسمنت او الاسئله اللي راحت له، فبالتالي يقدر ان هو يجاوبني على الاسئله وانا اقدر اشتغل شغلي ككوتش واعمل له البرامج المخصصه ليه. فبالتالي هدوس هنا على احمد، بيدخلني على صفحة مهمة اسمها client profile أو الصفحة الشخصية بتاعة العميل. دي الصفحة اللي بقدر من خلالها للعميل اللي هو اسمه أحمد أقدر أعمل أي حاجة، أشوف، أبعت، أعمل كل حاجة للعميل اللي هو اسمه أحمد من الحاجات أو التابس اللي على الشمال دي كلها. حلو. طيب أنا عايز أبعت له اليوزر نيم والباسورد، فبلاقي هنا جنب صورته حاجة اسمها كوبي كريدنشالز، بدوس بس عليها دوسة واحدة. دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن رسالة اتاخدت كوبي خلاص، الرسالة دي بيبقى فيها اليوزر نيم والباسورد. بدوري بفتح الواتساب بتاع العميل واعمل له بيست، اقول له خد اليوزر نيم والباسورد عندك اهو، نزل الابلكيشن بتاع فيت اكسبرت ودخل اليوزر نيم والباسورد. تمام. طيب عايزين نبتدي نشوف الابلكيشن بقى وهكذا، خلينا كده نشرحها قدامك برضو. ده جزء الابلكيشن قدامنا، هنبتدي ان احنا طبعا ندخل باليوزر نيم والباسورد بعد ما عرفنا ان احنا بناخدهم بالكريدنشالز. فالعميل بيبتدي ان هو يدخل اليوزر نيم والباسورد، فانا هدخل مثلا اليوزر نيم الخاص بيا انا كعميل وابتدي اعمل لوجن. فبالتالي بيطلع معايا بقى كل ما يخص الكوتش نفسه. حلو. طبعا الاجزاء اللي قدامنا دي حاجه اسمها سلايدرز، اقدر اعرض فيها الباقات بتاعتي، السوشيال ميديا، الويب سايت، وفي ممكن زرار كمان احط فيه ان انا ينقلني على السوشيال ميديا، يفتح لي انستجرام، يفتح لي ويب سايت، يفتح لي طرق الدفع بتاعتي. هنا تراك يور بروجرس، ان انا بقدر اشوف الاوزان اللي انا سجلتها دايما، يعني يوم مثلا الحد انا لعبت باوزان قد ايه، كل حاجه بالارقام بتاعتها، ادخل اعمل ايديت لو انا اتلخبطت في اي حاجه، فاقدر ان انا اراقب كل حاجه انا سجلتها قبل كده. ممكن كمان إن أنا لو عندي ملفات شخصية ككوتش أقدر أبعتها له، مثلا زي كتاب وصفات، كتاب طبخ، تعليمات، أحط تحديات وأخلي العملاء عندي يشتركوا، اللي يجري 10 كيلو وأحط كذا واحد يشترك، وأحط مثلا مكافآت وهكذا براحتي، كل ده أقدر أعمله. التشيك إن زي ما إحنا قلنا ده الجزء الخاص بتاع الناس بقى اللي تدخل تجاوب، أنا مقاساتي كذا، صوري كذا، كل ده طبعا بنظبطه. دي التحولات، تقدر تعرض تحولاتك على الابلكيشن. العميل مثلا اللي هو اسمه جون، التحول بتاعه كذا كذا كذا، طبعا الكلام ده كله عربي وانجليزي، الصور بتاعته. عايز تحط مقالات خاصة بيك عن الرياضة، عن التغذية، فالعملاء عندك تستفيد بيها، مفيش مشكلة، تقدر تعمل كل الكلام ده. هنا موضوع النوتيفيكيشن، مجرد ما انت بعتها له. هنا كمان بعد ما بتعملي له الورك اوت، فالورك اوت بيجي له من هنا، او الفيتنس او الموبيليتي. فمثلا لو دخل على الورك اوت داس عليها، فيطلع له كل يوم منفصل، اول تمرينه ايه، تاني تمرينه، وهكذا. مش عارف التمرينه يدوس بس عليها، فبالتالي يوري له ازاي التمرينه دي بتتلعب عادي جدا. هنا بقى بالمجاميع، بالتكرارات، بالار بي اي، عايز يسجل الوزن يقدر يسجله من هنا عادي جدا. جبت كام عدى والوزن قد ايه، ودي الحاجات القديمة اللي هو جابها، ممكن يعدلها في اي وقت لو هو مثلا اتلخبط وسجل حاجة غلط. ممكن كمان يبعت لك انت ككوتش ريكويست، غير لي التمرينة دي، انا مش عندي الجهاز ده، ايا كان، وطبعا الكلام ده كله يوصل عندك انت. وفي هنا بقى ستارت ورك اوت، بمجرد ما هو يدوس عليه بيبتدي معاه التمرينه اللي انت عملتها له. دول تمرينتين مع بعض سوبر ست، عايز يسجل كمان الوزن هنا على طول وهو شغال، فيسجل قدامه ويطلع له كمان الهيستوري او الحاجات القديمه اللي هو دخلها، فبالتالي يقدر ان هو يكمل عليها. خلص اول مجموعه بيدوس نيكست، فينقله لجزء بتاع بقى الراحه. طبعا يعني الوقت الراحه اللي انا حاطه له، وهنا لو عايز اخلصها سكيب وهكذا. وفي الاخر بمجرد ما أنا خلصتها قفلت دي، وبعدين اعمل فينش ورك اوت. فبالتالي بيجي يقول لي طب اديني بقى ورك اوت فيدباك، يعني انت ايه رايك في التمرينه، كانت متوسطه، صعبه، صعبه جدا، اكتب اي حاجه ابعتها للكوتش، غير لي التمرينه. كل الكلام ده بيوصل للكوتش عنده في الاكونت بتاعه. هنا بيقول لي بقى التوتال بتاعي، اتمرنت كام تمرينه، ريحت قد ايه، الاكتف تايم، تقرير كامل عن العضلات اللي اشتغلت، فانا عرفت كل حاجه. ممكن اعمل شير للصورة بتاعتي دلوقتي بعد ما اخلص تمرينة، وابعتها مثلا على حاجة اسمها سوتس او نيوز فيد. يعني مثلا هندخل فيها دلوقتي حالا في الورك اوت برضو تكملة للكلام، ممكن انزل الكلام اللي انا عملته ده
كPDF بألواني أنا كcoach بصوري بالlogo بتاعي بكل حاجة، نفس الكلام بالضبط الfitness mobility في حالة إن أنا عملتهم يعني. هنا الجزء اللي كنت باقول عليه حاجة اسمها suits يعني ده community خاص بيك أنت كcoach، يعني أنت مثلًا معاك نفترض 10 عملاء، ال10 دول من خلال الapplication يقدروا إن هم ينزّلوا الصور بتاعتهم، رأيهم في التمرين، الأكل اللي بياكلوه، أنت بتحمّسهم على كده، يقعدوا يعملوا react لبعض، مين حلو، مين شاطر، comment بتاع، فكلّه يشجّع بعضه، فبالتالي يبقى community واحد، كل دول مع بعض حاجة واحدة، خاصين بيك أنت بس، تمام؟ هنا الجزء بتاع الدايت، بمجرد ما أنا عملت له البلان الدايت بييجي لي هنا طبعًا كل حاجة متقسمة ومفهومة، فمثلًا أول حاجة قبل التمرين هتاكل فول سوداني بالجرامات قد كده، والماكروز بتاعتها فيها قد إيه كالوريز، بروتين، فات، كارب، ياكلها الساعة كام، لو أنا حاطط له بدايل لما ييجي يدوس من هنا، دي البدايل اللي أنا حاططها له بقسماط مثلًا يعني 28 جرام، ولو عايز أغيّرها بحاجة تالتة أصلًا مش عندي لا ده ولا ده، باكتب هنا غيّر لي مثلًا ادّيني حاجة تانية مكانها وهكذا. فطبعًا الكلام ده كله بيروح للcoach عنده في الaccount بتاعه، وهكذا بقية كل العناصر براحتنا، ويقدر كمان بقى في الآخر إن هو يعمل edit للprofile بتاعه، يغيّر الpassword، يشوف الcheck ins القديمة، الcheck ins اللي هي الassessment أو مجموعة الأسئلة، يقدر كمان يبعت feedback مثلًا الcoach ده حلو أدّي له 4 نجوم، 3 نجوم، كل الكلام ده، كل الكلام ده بيتسجل هنا من خلال الapplication وبيروح للcoach عنده في الaccount بتاعه، سجل الأوزان اللي هو دخل فيه، الصور بتاعة العميل كل أمّا بيبعت صور كل ما بتتسجل هنا على طول، المقاسات والinbody كل الكلام ده بيبان معاه هنا، كل أمّا بيسجل في الapplication من خلال الcheck ins بتيجي له هنا على طول دايمًا الweight مثلًا أنت وزنك تطوّر، كنت مثلًا يوم 12 كنت 40 كيلو، يوم 14 بقيت كذا، وهكذا. فبالتالي كل ما بيجاوب على الcheck ins بشكل أوتوماتيك بتتسجل معاه هنا على طول. notification ممكن أبعت له notification كل سنة وأنت طيب، عامل لك offer جديد، افتكر تجدد الباقة بتاعتك. التحولات أو الtransactions sorry transactions دي اللي هي الجزء بتاع التحول المالي، إن هو مثلًا أنا دفعت مثلًا للcoach 1000 جنيه في 3 شهور، فده جزء الحسابات نفسه، وكمان الlanguage بقى بتاعة الapplication إن هو عايز كل الكلام ده عربي، إنجليزي، يقدر إن هو طبعًا كل الكلام ده يفتحه بعربي وإنجليزي. ده فكرة الapplication بمنتهى السهولة. تعالَ نكمل السيناريو بتاعها. أحمد خلاص دخل على الأبلكيشن عنده وجاوب على الcheck ins اللي راحت له خلاص، ورفع صوره وبعت مقاساته وجاوب على كل حاجة، فبالتالي الإجابات دي هتوصل عندي هنا في صفحة أحمد في مكان اسمه check ins، فبالتالي لما بدخل على الcheck ins بالاقي كل الحاجات اللي هو جاوب عليها، حلو، بالاقي حاجة هنا اسمها pending check ins، pending check ins دي الأسئلة اللي أنا بعتها له وهو لسه ما ردش عليها فيها، ما جاوبش عليها فعلًا، ف ولما بيجاوب بتبقى كل الإجابات موجودة عندي تحت هنا. طيب في افتراضًا إن هو جاوب، تعالَ بقى نعمل له الdiet plan والworkout يالّا بينا. فأنا هادخل هنا على الdiets، أبتدي أعمل لأحمد الdiet plan. أول خطوة منطقيًا إن أنا عشان أعمل له diet plan فأنا باشتغل معاه إن أنا أحسب له الماكروز، هادّي له قد إيه بروتين، fat، carb وهكذا. فآجي من هنا وأعمل create using form. بمجرد ما أنا دوست على create using form بييجي يطلب مني شوية طلبات في صفحة اسمها diet calculator. إيه الcalculator نفسها اللي هنقدر نحسب من خلالها الماكروز بتاعته، هندّي له قد إيه بروتين وfat وcarb. حلو؟ طيب هنا هنفترض كالآتي، هو هدفه عايز يخس، يزيد أو يحافظ على وزنه، بيديني اختيارات، فأنا هاقول إن هو يخس. في حالة إن العميل أصلًا أحمد كان جاوب على طوله، وزنه، مقاس الرقبة، مقاس الوسط، كانت أوتوماتيك هتسمّع هنا على طول بشكل مباشر. حلو؟ طيب خلّينا هنا نكتب إن أنا هاعمل له عجز في السعرات بعد أمّا أنا درست طبعًا وفهمت، هاعمل له عجز مثلًا حوالي 600 سعرة في الأول مثلًا. مستوى نشاطه متوسط، الجندر ميل، طوله هفترض بقى الآتي 177، وزنه 80، مقاس الرقبة 33، ووسطه 88، فطلع لي البادي فات برسنتج نسبة الدهون طبقا للمقاسات دي، عايز أغيرها وأمشي على الانبادي اللي أنا طلبته منه براحتي، دوس هنا كالكوليت طلع لي كل اللي أنا محتاجه، كالوريز، بروتين، فات، كارب، بشكلين، بشكل النسب المئوية وبشكل الجرامات كمان. عايز أغيّر حاجة، لو أنا شايف حاجة أفضل بدل ما أدّي له 160 جرام بروتين، لأ هادّي له 150 بس، وهكذا، فألاقيها تتغيّر، بدل ما أدّي له 20% فات من الplan اللي إحنا هنمشي عليها دلوقتي، لأ هاخلّيها مثلًا 15%، وهكذا، فأنا باتحكّم في كل حاجة وأعدّل فيها،
تمام، وطبعًا في equations شغالين عليها، هو بياخد المعطيات دي بيحطها في الequation وبيطلّع لي في الآخر الresult بتاعها، لو في equation معينة إحنا شغالين عليها أو بنفضّلها. مجرد إن أنا ضبطت الأرقام كل حاجة مستقرة تمام، باجي من هنا وأعمل create blank diagram. بمجرد ما دوست create blank diagram بتيجي معايا بقى الصفحة دي. عايز أحط عنوان للخطة نفسها 2000 كالوري، أسميها بقى بالكالوريز أسميها أي حاجة براحتي. هنا ممكن أكتب نوتة ليا تفكرني، العميل مش هيشوفها، يعني خلي بالك من الكارب، خلي بالك من أي حاجة العميل ملوش علاقة بيها. حلو. عايز أشتغل معاه بحاجة اسمها cycle، cycle دي لو أنتم تعرفوها أو لسه، إن أنا أشتغل معاه مثلًا زي carb cycle أو water cycle لو الشخص ده بيحضّر لبطولة وهكذا. فأنا دلوقتي في يوم السبت هابتدي أحط شوية وجبات، يوم الأحد أزوّد يوم وأدخل وأعمل وجبات تانية وهكذا. بس في حالة الstandard الطبيعي أغلب الناس العادية هاقفل cycle، فبالتالي هاعمل يوم دلوقتي مثلًا كذا وجبة على حسب ما هو محتاج، وبعدين هابعتها له وتتغيّر بقى كل 10، 14 يوم على حسب أنت وشغلك شخصيًا. فعندي هنا mark as template معناها إيه؟ بييجي مشرحها لك تحتها، بييجي يقول لك على فكرة البلان اللي أنت تعملها دي دلوقتي في حالة إن أنا معلم على دي إن هي زرقا كده منورة، فبالتالي هيجي يقول لي إن البلان دي هيتم احتفاظها بيك عندك أنت في الأكونت الشخصي ليك أنت، فبالتالي لو عملت نفترض 10 خطط تغذية هيفضلوا دايما موجودين عندك في الأكونت بتاعك. حابب تعدل فيهم تبعتهم لعميل تانية لو في حد مناسب لنفس الأهداف أو نفس المقاسات وهكذا، عايز تمسحهم خالص بتوعك، اعمل اللي أنت عايزه. فهابتدي دلوقتي أضيف أول وجبة add new meal، أدوس هنا، فهيطلع لي البوكس أو الصندوق اللي طلع قدامي حالا ده. دي حاجة هتتكرر معانا كتير قوي، فتعالوا نفهمها واحدة واحدة. أولا دي اسم الوجبة breakfast، ده الاسم الظاهر للعميل، يعني عايز أسميها breakfast زي ما هي أو أخليها مثلا فطار براحتي. عايز أخلّيه ياكلها في ساعة معيّنة، لو هو قال لي مثلًا عايز أمشي بساعات بقى وهكذا، فباسجّل الساعة. عايز أكتب ملاحظة على الوجبة دي، اشرب مَيّة قبل الأكل، خُد vitamins أيًا كان المحتوى إيه، عربي أو إنجليزي طبعًا اللي أنا أكتبه. وهنا الوجبة فعليًا هي وجبة إيه، يعني هل هي فطار، غدا، عشا، snack، before workout، after workout، لو إحنا بقى في رمضان supplements أيًا كان. فهاقول إن هي مثلًا فطار، حلو. وهنا calories protein fat carb اللي أنا دخّلتهم في الوجبة دي، طبعًا لسه كل حاجة صفر. طب عايز أبتدي أحط عناصر الأكل، أدوس هنا على زائد، فبالتالي هيطلّع لي مكتبة الأكل اللي موجودة على الsystem بمنتهى السهولة. طيب مش هاقعد أدوّر بقى كده لأ، لأ، أنا هاجي هنا في الsearch وأكتب مثلًا بيض، فكتبت كلمة بيض، فطلع لي بيض مسلوق كامل، بيض أومليت، بيض سمان، بيض بط وهكذا. حلو. طيب كل حاجة هنا بالجرامات، 100 جرام للبيض المسلوق بيديني قد كده كالوريز كلها والماكروز والبروتين وكل حاجة. طيب أنا مش هخليها 100، أنا شايف من وجهة نظري أديله 120، فبالتالي عملت 120 ألاقي الأرقام كلها اتغيرت. طب ممكن نخليها كده 160 ألاقيها كلها اتغيرت على طول. أنا وافقت على دي، عايز أحطها أدوس زائد، فاتحط معايا 160 جرام بيض مسلوق. طيب أدور على العنصر التاني توست، آدي التوست، توست بني، توست أبيض، هخلي التوست البني ده أديله 30 جرام وأدوس زائد وهكذا. خلصت أعمل سيف. فأنا دلوقتي عملت إيه؟ حطيت عنصرين اتنين أكل في وجبة الفطار. طب عندي كذا أوبشن كمان بقى، ممكن يعني ندلع الوجبة دي. هنعمل إيه؟ في البيض المسلوق ده ال160 جرام اللي إحنا حطيناه. طب في عميل مثلًا بيحب السيرفات أسهل ليه، فالسيرف يونت الوحدة نفسها بيضة، ممكن مثلًا نسميه بيض كبير على حسب، براحتنا نتحكم فيه. وأنا شايف من واقع خبرتي ده عبارة عن مثلًا 3 بيض كبير، يعني 3 بيض كبير، وهكذا. التوست ممكن أعمل نفس الكلام بالضبط. وهكذا، كل ده باعدله manual بنفسي. طيب بدل ما العميل ده كل يوم يقعد ياكل بقى بيض الصبح، فممكن احط له بدايل عشان ما يزهقش. اجي من هنا للبيض، عندي حاجه هنا اسمها alternatives، بدوس عليها فبرضه بيطلع لي المكتبه اللي موجوده. طب انا ممكن اديله ايه بديل، بفكر وممكن اديله مثلا جبنه قريش، فاكتب كلمه جبنه فيطلع لي جبنه قريش، جبنه كريمي، جبنه موتزاريلا وهكذا. وهنا بقى بيعمل ايه، السيستم بيقترح عليا عدد جرامات اديها له
عشان تساوي نفس عدد الكالوريز اللي انا هروح اغيرها له في البيض. فبالتالي الكالوريز ان تساوي الكالوريز اوت، على حسب بقى دلوقتي الموضوع هيمشي معانا ازاي. بس بالتالي بنحافظ له على الكالوريز ان في العنصر، بدل ما نديله مثلا في الاول كنا مدينه 200 كالوري، دلوقتي واحنا بنغيرها له عشان نحط له حاجه تانية واتلخبطنا في الجرامات ونروح نحسبها وهكذا، اديله مثلا حاجه 500 كالوري وانا ما خدتش بالي، فلا، هو بيقترح عليك عدد الجرامات، عايز تغيرها غيرها، تقدر ان انت تغيرها براحتك. فبيدوس هنا زائد، وبعدها يدوس مثلا حاجه تانية زائد. فانا دلوقتي حطيت وانزل تحت كده، حطيت 2 بديل للعنصر بتاع البيض في وجبة الفطار، وهكذا بديل للتوست لو انا عايز اعمل كده. حلو. فبيجي تحت هنا بيقول لي على فكرة وجبة الفطار حطيت قد كده كالوريز بروتين فات كارب، فانا عارف كل الارقام بتاعتي في الوجبة دي. بمجرد ما انا خلصت الوجبة دي انزل تحت اد نيو ميل، اسجل الوجبة اللي بعدها، فيطلع لي اللانش واحط برضو نفس الكلام بالظبط. بس انا دلوقتي هعمل حركة احسن. انا في الاكونت بتاعي الشخصي ككابتن اندرو كمثال، هاجي من هنا واعمل لود ميل. انا دلوقتي في وجبه اللانش، لو عملت هنا لود هيطلع لي كل وجبات اللانش او الغداء اللي عملتها في السيستم عندي قبل كده في الاكونت الخاص بي. فانا شايف ان دي مناسبه، مثلا ادوس صح واعمل ياس لود. فبمنتهى البساطة هنزل تحت هلاقي هنا في اللانش اتحط كل حاجة. غير بقى، شيل الخيار ده مش عايزه، مش هديله 250 جرام صدور دجاج، هخليها 200 بس براحتي، وهكذا. فأنا بعدل في كل حاجة وهكذا. خلصت كل حاجة عايز ابعتها للعميل سيف دايت، بمجرد ما ادوس سيف دايت واداني فوق علامة الصح، دي دلوقتي راحت له على الابليكيشن بالشكل اللي احنا شفناه من شوية. هو بعت لي قال لي غير لي اي حاجه بمنتهى البساطه، اشيل التوست ده، هو قال لي شيل التوست، اطلع واعمل سيف، فبرضه اتغيرت عنده على الابلكيشن خلاص بمنتهى السهوله. وبيروح له نوتيفيكيشن كمان بيقول له الدايت بلان بتاعتك جاهزه، ادخل شوفها، وهكذا. بالمعنى يعني بمنتهى البساطه، بيقول له ان الدايت بلان جهزت خلاص، بيروح نوتيفيكيشن كده طبعا على الابلكيشن. ده كده فكرة ازاي ان انا اعمل دايت بلان واعدل فيها وهكذا. تمام. طيب اللي جاي بعد كده ان انا ازاي اعمل له ورك اوت. يلا بينا. ورك اوت، هنزل هنا تحت الدايت الاقي حاجة اسمها ريزيستنس، برنامج المقاومة بتاعها. فاول ما بدوس عليها بلاقي هنا بقى على اليمين كرييت ريزيستنس، اعمل له برنامج مقاومة. فاول حاجة برضه هيطلب مني بيحط لي عنوان او تايتل للبرنامج بتاع المقاومة ده، هنسميه ايه؟ حلو. فخلينا ندخل فيه كده ونشوف احنا هنقدر ان احنا نشتغل عليه ازاي. خلينا ندوس كده. تمام، حلو جدا. طيب التايتل هنا انا بكتب بقى اللي انا عايزه، انا حر يعني، مثلا هلعبه بوش بول ليج، هلعبه برو سبليت، ايا كان اكتبها له بقى عربي انجليزي، كل حاجه دي يعني ترجع على حسب انت ككوتش او حضرتك هتقدروا تشتغلوا مع العميل ازاي وبأني مستوى كمان. تمام. طيب فبالتالي باجي من هنا على موضوع تايتل، واكتب مثلا ان انا هلاعبه بوش بول ليجز مثلا، يعني بوش بول ليجز، انا سميتها كده. حلو. ممكن اسميها بيجنر، ايا كان، حاجه حريه شخصيه. وبعدها الكاتيجوري دي حاجه تنظيميه لشغلكم انتوا، يعني مثلا هحطه تحت فئه ان هو حد ميل، وان هو كمان بيجنر. فمع الوقت السيستم هيجي يقول لك على فكره الميل بيجنر الكاتيجوري او الفئه دي انت عملت فيها كذا ورك اوت قبل كده، ممكن تبعته لحد تاني تعدل فيه تمسحه، نفس الفكره بالظبط بتاعه الدايت. حلو. طيب عندي هنا ايام الاسبوع على الشمال اهي. حلو. سبت، حد، اتنين، تلات، وهكذا. حلو. طيب هو مش عايز يتمرن يوم الاثنين، امسح اليوم عادي جدا. طيب عايز ادخل عليه من السبت، بدوس عليه بيبقى متعلم كده باللون الكحلي او الازرق قدام. اسم اليوم يوم واحد دي 1، مثلا عايز اسميه يوم شيفت وباي، ايا كان بقى اليوم ايه بكتب اللي انا عايزه طبعا، كل ده بيتعدل. وهنا اليوم فعليا هو اليوم ده سبت حد اتنين، على حسب اليوم فعليا في الاسبوع هو يوم ايه. حلو. طيب عندي حاجه هنا اسمها بالك اكشنز. بالك اكشنز ان انت كانك بتيجي تقول له العب كل التمارين 3 في 12 مثلا، يعني 3 مجاميع في 12 عد. فاجي اعمل ايه؟ المجاميع 3 والتكرارات من 10 ل 12 ماكسيموم، وبشده ار بي اي 8، وريح دقيقه واعمل ابديت اول دايز. فمجرد ما انا دوست كده فبالتالي هتسمع في كل الاماكن
أو في كل الأيام أو في كل الsections إن هو هيشتغل بالsequence أو بالترتيب ده. عايز أغيّره من كل واحدة هاغيّرها عادي جدًا. تمام؟ طيب أنا دلوقتي فين؟ أنا جوّه يوم السبت. عندي section 1 section 2 section 3 أزوّد sections تانية براحتي. الsection دي يعتبر إن دي أول تمرينة في اليوم. أول تمرينة دي تشمل شكل واحد تمرين، شكلين تمرين، اللي هي مثلًا super set drop set 3 أشكال circuit أيًا كان عدد التمارين إيه في أول شكل، على حسب اللي إحنا عايزينه. فأنا عندي هنا شوية متغيرات، بيقول لي مثلًا عايز تحدد تكنيك معين، هاخليه مثلًا super set واكتب هنا ملاحظة على أول تمرينة دي، العب الاتنين ورا بعض بدون راحة كمثال، وهاخليه هنا كمان يريّح 4 دقايق ما بين كل مجموعة والتانية، وهاخليه هنا يلعب 4 مجاميع براحتي. وهنا الrep style بيغيّر لي المتغيرات أو الparameters اللي على اليمين دي، يعني لو هو حد متطور شوية ممكن أزوّد له الRPE، فبالتالي هيزوّد لي هنا الfactor أو المعامل بتاع الRPE وأغيّره وهكذا. طب ممكن أخلّيه بالtime زي مثلًا تمرينة البلانك، اثبت دقيقة، دقيقتين، 3 وهكذا. طيب ممكن كمان أخلّيها بالكارديو لو هاحط له هنا برنامج الكارديو بتاعه، هتلعب وقت قد إيه والincline والspeed treadmill bike وكل الكلام ده. فأنا هاخلّيها reps range عادي. دي كده أول حاجة. بيقول لي بقى drop exercise دي، حُط التمارين بتاعتك هنا. طيب التمارين دي هنجيبها بقى منين؟ هنجيبها من الجزء اللي على اليمين. عندي كذا طريقة عشان أوصل لتمرينة معينة. لو أنا عارف اسمها اكتب، يعني كتبت مثلًا chest فهيطلّع لك أي حاجة فيها كلمة chest على طول، تبقى موجودة قدّامك. تمام؟ فمثلًا flat dumbbell chest press أنا شايفها مناسبة، اسحبها وحُطّها هنا كمثال. طيب مش عارف اسم التمرينة، عايز أريّح دماغي شوية، أقول له بقى طلّع لي هنا بالmuscles، طلّع لي كل التمارين اللي بتشتغل على عضلة مثلًا الglutes، فبالتالي هيطلّع لي كل التمارين دلوقتي اللي بتشتغل على العضلة دي. فبالتالي لو أنا شايف إن دي مناسبة للعميل، فبمنتهى البساطة باسحبها وأحطها في المكان زي ما إحنا شُفنا. شُفت دي سحبتها وحطيتها هنا، فأنا دلوقتي حطيت تمرينتين مع بعض وخليتهم super set. طيب دي كده أول حاجة، ممكن أدوّر بالعضلات، ممكن أدوّر بالأدوات، لو حد هيتمرن في البيت ما عندوش ولا أداة، فهيطلّع لي بقى التمارين بالbody weight بوزن جسمه، فبالتالي تبقى حاجة سهلة ليه، فهيطلّع لي كل التمارين دلوقتي اللي فيها وزن جسمه فقط، فأنا شايف دي مثلًا مناسبة، اسحب وحُط. طبعًا في videos male وفي females، طبعًا كل اللي إحنا شايفينه دلوقتي قدّامنا دي كلها فيديوهات، كل التمارين ليها الفيديوهات بتاعتها. في حالة مثلًا حضرتك أو حضرتك عندكم الفيديوهات الخاصة بيكم، تقدروا تحطوها مكان الفيديوهات دي، برضه ما فيش مشكلة، دي حل موجود يعني، وهكذا. خلّصت التمرينة دي أسحب وأحط اللي بعدها، وهكذا، وأعدّل بقى في كل المتغيرات دي براحتك. خلّصت السبت، انقل على يوم الأحد، هتلاقيه فاضي، ابتدي حُط بنفس الوضع. عندك هنا آخر واحدة في في الtype بتاع الfitness. يطلّع لك كل التمارين اللي خاصة بالfitness، فبالتالي برضه بتفضل تدوّر على التمرينة اللي أنت عايزها إن أنت تشتغل عليها وتبعتها للعميل وتحطها. خلّصت كل الأيام كل حاجة بمنتهى البساطة اطلع فوق واعمل save data. نفس الكلام بالضبط، هتروح له على الapplication عنده بnotification تقول له الworkout plan بتاعتك بقت جاهزة، تقدر إن أنت تدخل تشتغل عليها زي ما إحنا شُفنا شوية من الapplication. ده كده بمنتهى البساطة إن أنا تابعت أو شُفت إزاي أعمل diet plan وworkout. أدي الdiet وأدي هنا الresistance والworkout. لو هاعمل fitness وmobility فبنفس الكلام بالضبط drag and drop التمارين كلها بتبقى محطوطة نفس شكل الصفحة بتاعة الresistant، ما فيش أي فرق نهائي. لمّا هو بيدخّل الأوزان بقى وعايز أتابع أنا الأوزان بتاعته، فبانزل تحت خالص، عندي هنا حاجة اسمها weight log أو سجل الأوزان. بمجرد ما أحمد بيسجل أوزانه على الapplication كلها بتبان قدّامي أنا كcoach إن أنا فعلًا أحمد اتمرّن ما اتمرّنش وهكذا، في حالة إن هو سجّل في الأساس. طيب عايزين بقى دلوقتي نحط اللوجو بتاعنا وصورنا وكل حاجة تبان باسمنا وحاجتنا إحنا، هنعمل إيه؟ ممكن مثلًا أضبّط شكل الPDF بتاعي في حالة إن هو عايز ينزّله مثلًا، فآجي من هنا على administration settings هالاقي عندي حاجة هنا اسمها theme editor شكل الtheme نفسه أو شكل الPDF بتاعي، فهالاقي عندي في الPDF كذا template يعني الworkout فيه شكلين ممكن أشتغل على شكل من الاتنين. diet plan نفس الكلام، fitness نفس الكلام، mobility وهكذا. فأنا مثلًا عايز أعدّل الdiet plan الحاجات دي كلّها بتتعدّل يعني تعتبر مرّة واحدة
وبتبقى ثابتة بقى في أي تمرينة أنتم عملتوها بعد كده، طبعًا بنقدر نغيّرها في أي وقت في أي لحظة عادي. فأنا عندي أي PDF أو أي تصميم عبارة عن أول صفحة خالص أفضل أتحكم فيها، وآخر صفحة خالص، والصفحات بقى اللي في النُص أبتدي أتحكم فيهم. فآدي أول صفحة first screen، فهييجي يقول لي لأ شيل لي الصورة دي، حُط لي صورة تانية مثلًا، ارفعها من عندك من على اللاب، غيّر لي بقى الكلام ده كله، شيل لي الكلام ده، اكتب حاجة تانية اللي أنت عايزه براحتكم. حلو، غيّر لي لون الخلفية، كل دي اللي إحنا بنغيّره عملية تصميمية على حسب ما يناسبك أنت كcoach أو كدكتور على حسب الdesign نفسه. حلو، بمجرد ما أنا عدّلت في أول صفحة باعمل save، نفس الكلام آخر صفحة بالضبط. مش عايز الصورة دي حُط لي صورة تانية، لأ ده أنا عندي logo بتاعي حُطّه لي في نُص الصفحة، وخلّي الخلفية مثلًا سودا، حاجة simple بسيطة. أو الtypography دي بقى الصفحات اللي في النُص، عايز أحُط صورة خلفية ورا الكلام في الصفحات اللي في النُص، طبق سلطة مثلًا أو هكذا. ممكن أحُط اسمي مثلًا coach أندرو إن هي تبقى محطوطة بالعرض ورا أي كلام بيبقى مكتوب، تبقى زي مثلًا مذكرات كده زمان وعلامة مائية ورا. أو ممكن أغيّر لون الكلام جوّه، مثلًا بدل ما كان مكتوب بيض مسلوق 160 جرام وهكذا باللون الأسود، لأ هاخلّيها بلون تاني وهكذا. وعندي هنا الجزء بتاع الكور ده الخاص بالأبلكيشن، تحكُّمي في الأبلكيشن كامل. الnews feed لو فاكرين دي مكان العُملا بتاعتي بتعمل share للكلام، للصور، للتحديات اللي هي عايزاها، بتعمل البوستات بتاعتها يعني. الarticles المقالات ممكن أسجّلها من هنا. التحوّلات بتاعتي ممكن أعرضها زي ما شُفناها من شوية. sliders دي أول حاجة شُفناها في الأبلكيشن، قُلنا نقدر نضيف مثلًا الباقات بتاعتنا، السوشيال ميديا بتاعتنا، لو عندنا ويب سايت كمان خاص بينا وهكذا. الفيدباك هنا آراء العملا عندي. static pages إن أنا ممكن أحط صفحات ثابتة. client notification إن أنا أبعت لعميل أو لعدة عملاء مع بعض notification مثلا كل سنة وأنتم طيبين، أعمل لكم أوفر جديد، افتكروا تجددوا السبسكريبشن بتاعكم وهكذا. وعندي هنا حاجة اسمها work out feedback دي اللي بتيجي في آخر كل تمرينة. اه ده أنا لعبت التمرينة دي intensity عالية متوسطة خفيفة على حسب ما هو عمل ايه. فبالتالي لو جينا لخصنا اللي احنا قلناه بمنتهى البساطة، احنا كل اللي عملناه ضفنا العميل أول حاجة، البيانات الأساسية بتاعته بمنتهى السهولة، خلينا برضو نشوفها. ضفنا العميل بالبيانات الأساسية بتاعته، أحمد رقم تليفونه، هيتمرن معايا إزاي، النوعية يعني تمرين أونلاين ولا أوفلاين، سجلت كل البيانات دي. بعدين دخلت في تاني صفحة بتاعة السبسكريبشن، فجي مثلا يقول لي إن أنت هياخد أنهي سبسكريبشن، دي الحاجة اللي إحنا عملناها. نيكست، فده السبسكريبشن بتاعه، سجلت هو دفع لي قد إيه وكام وإمتى وإزاي، كل الكلام ده. بعدين دخلت عند العميل اللي أنا عايزه، عملت كوبي كريدنشالز، كوبي كريدنشالز اللي كان فيها اليوزر نيم والباسورد، فتحت الواتساب ما بيني وما بينه مثلا، وبعت المسج دي، عملت لها بيست بقى خلاص لاصق على كده، وراحت له. دخل على الابلكيشن زي ما احنا شفنا، وملأ كل الإجابات بتاعته في التشيك انز، ملأ كل الأرقام بتاعته كل الكلام ده، فالإجابات كلها وصلت لي عندي في التشيك انز كلها. فبالتالي قدرت إن أنا أعرف كل البيانات اللي أنا محتاجها، وبالتالي عملت له دايت بلان وورك اوت زي ما احنا شفنا. فبالتالي ده ملخص سريع لأغلب الشغل. طبعا السيستم فيه حاجات تانية كتيرة جدا 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 نقدر إن احنا هنشوفها طبعا في الفترات اللي جاية، بس ده بنسبة 80% أغلب شغلك الاعتيادي اللي أنت بتعمله في اليوم، من لحظة ما العميل بيدفع لك الفلوس لحد ما بتبعت له البلان جاهزة خلاص، وتتابع معاه فولو أب وتغيرها له باستمرار وهكذا. فإن شاء الله في المرات اللي جاية إن احنا هنقدر إن احنا نشتغل ونتعلم أكتر بكتير في تفاصيل السيستم. في حاجات تانية لسه كتيرة قوي في السيستم، يعتبر اللي أنا شرحته ده حوالي من 30 ل 35% من السيستم، لسه في حاجات تانية كتيرة جدا. بس أنا قلت إن احنا ندخل بمثال عملي نطبق، نقدر إن احنا نتعلم. فممكن إن احنا نركز في التسجيل ده، ونقدر على طول ندخل نتمرن ونعمل دايت بلان ورك اوت. فمنقدرش إن احنا نبقى واقفين في مكاننا، لا نجرب ونغلط ونتعلم. ولو في أي حاجة وقفت مع حضراتكم طبعًا إن أنتم بتجربوا، ابعتوا طبعًا على الجروب بتاع المبادرة، وإحنا كده كده معاكم دايمًا. ولو في أي حاجة إحنا معاكم. وشكرًا جدًا ليكم على الrecord ده، وأتمنى ما يبقاش طوّلنا عليكم. شكرًا جدًا.